السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مليون مرحب بكل جميلة دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني وكترتيني. لو أول مرة تشوفيني يلا بس أذنك خدي لفة في القناة، إن شاء الله تعجبك وتاخدي منها باور عالي وتحفزك وكمان تشجعك جدا جدا. وما تنسيش اللايك الأمر بتاعك عشان ده اللي بيشجعني إن أقدم لكم كل جديد، وكمان الاشتراك وفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه إن شاء الله. ويلا بينا النهارده على يومنا الجميل. النهارده اسبوع كينان الامير الصغير. فكنت طبعا انا لسه عند ماما، لسه ما روحتش. فهنا بقى كنا بنعمل له الاسبوع بتاعه. بصوا احنا ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يرزق باباهم. احنا عملنا لاخواته عقيقه، كل واحد عملنا لهم عقيقه، وباذن الله هنعمل لكنان برضو العقيقه بتاعته. فاحنا دلوقتي عاملين بس حاجه بسيطه كده، الصباع ده عاملينه حاجه بسيطه كده بس نفرح الولاد واحنا كمان نفرح، وان شاء الله باذن الله هنعمل له يعني باذن الله ربنا يرزق باباهم ونعمل له العقيقه بتاعته زي اخواته باذن الله. ريان ما شاء الله اللهم بارك كنا عاملين له العقيقه على عمر شهرين بالظبط. وسفيان لسه عاملين العقيقه بتاعته في العيد الكبير اللي فات ده. كنا دابحين يعني عجل وكده في العيد اللي فات. لسه بقى كنان ان شاء الله ربنا يرزقه كده ان شاء الله يعني، ونشوف هنعمل له ايه برضو باذن الله وربنا يتقبل يا رب. المهم بقى ان احنا هنا كنت بوريكم ان احنا عاملين ايه. ده باباهم كان جايب، بابا ريان كان جايب شوكولاته دي طعمها حلو قوي عجبتني، فكنت بدوقها كده. وتعتبر دي كده اول حاجه اكلها بقى من بعد المسلوق والحاجات اللي ماما كانت بتقعد تاكلها لي دي، المسلوقات طبعا يعني ما ومشوي. فاول مره بقى ايه ابتدي اعك بقى كنت اكل الشوكولاته بتاع السبوع دي وقلت ادوقها عجبتني خالص. وكمان كان جايب بقى بونبوني كده والبتاع اللي هو الجيلي ده، والبونبوني اللي بيبقى جواه العسل، العسل اللي هو نكهات ده، وكمان الشوكولاته البسكوت بالشوكولاته ده طعمه حلو برضو خالص احنا بنحبه. المهم ان إيه كان بابا جايب لنا اكياس اللي هي القراطيس دي للاطفال، والاكياس اللي هي البيضه اللي هي مرسوم عليها كيتي دي اللي بقربها لكم دي، الشوكولاته بوريها لكم اهي، جميله طعمها حلو قوي. المهم ان وكان كمان جايب لنا علب كده. العلب دي بقى مثلا تبقى ذكرى كده لبعض حبايبنا، انما القراطيس دي للاطفال بقى يقعدوا يعني ياكلوا اللي فيها وكده وتترمي. انما العلب طبعا هي اللي بتبقى ذكريات موجوده في البيوت يعني. واحنا كمان ما بنعملش الكروت بتاعت الولاد دي، احنا ما بنعملهاش لان هي انا بالنسبه لي ببقى شايفاها ان هي تكلفه على الفاضي، وفي نفس الوقت ان هي بتترمي اصلا يعني ما فيش حد بيحتفظ بالكارت بتاع البيبي، فما بنعملهوش بصراحه يعني. احنا بس بنعمل الحاجات اللي هي هتفرح الاطفال، اللي هو الشمعة والبونبوني وكمان بنحط تمر كده كان عند ماما، تمر سعودي. ماما كانت حاطه في كل قرطاس يعني او كل كيسه تمرايه كده مع مع واحده بونبوني مع مع شوكولاته مع بسكوته كده يعني. فكانت حاطه كده مع الفشار احنا بنحب احنا نعمله، عارفين اللي هو مثلا فرحة العريس اللي لسه بيتجوز فبيحب ينجد، عارفين انتوا الفرحة دي. ما يشتريش المراتب جاهزة، لا ينجده. طبعا احنا ما عملناش ده يعني، بس في ناس عندها كده طقوس وعادات اساسية ان لا انا العريس لازم انجد ما اشتريش جاهز. احنا برضو كده في السبوع ما بنحبش نشتري الفشار جاهز، احنا بنحب احنا اللي نعمله في البيت عشان تبقى دي ليلة السبوع بقى كده، ونبقى فرحانين واحنا بنعبي الحاجات دي. انا كانت بنت خالتي هي اللي قاعده مع ماما بيعبوا، خالتي كانت هي اللي بتعمل لهم الفشار، بنت خالتي التانية بتساعد مامتها برضو. فربنا يديم حبايبنا حوالينا يا رب. وده سفيان واقف عمال يقول لتيتا بوبو بوبو يا تيتا، بيقول على البونبوني بوبو. فسفيان في اليوم ده عكعك احلى عكعكه. المهم هنا هم خلاص كانوا عبوا العلب اهي والقراطيس وكمان الاكياس. زي ما قلت لكم حطوا في كل حاجه يعني. ف بصوا بصراحه كان انا كنت عايزه اشارك معاهم، بس طبعا انا لسه ما بقعدش يعني على الارض ولا كده، هما كانوا قاعدين بقى قاعدين كده وعمالين يعبوا، فانا كنت عماله اصورهم وخلاص. وطبعا اغلب الحاجات عشان هو ولد فجايبينها لبني الوان يعني ذكوريه شويه، مش على بينكات بقى يعني، كسرت القاعده المره دي وما جبتش حاجه على بينك. ف الحاجات دي انا سبحان الله يعني عارفين لو بتخطف قلبي كده حلوه جدا، بتعجبني قوي وبحب ان انا اعين منها اصلا كذكريات يعني. بس ماما ما عنتليش، قالت لي لا دي الولاد عشان الولاد يفرحوا وطلعتهم للولاد. المهم ان هنا بقى كانت عباره عن العلبه عباره عن بونبونيه كده والتانية دبدوب كده، لونهم طبعا لبني. هنا بقى دي عادات مصريه اصيله،
ان احنا الولد يتجاب له ابريق، ومش عارفه البنوته بيتجاب لها ايه بصراحه مش فاكره، بس ده ابريق كده عشان هو ولد. وبيحطوا بقى ايه برضو من ضمن العادات المصريه بتاعتنا ان بنحط حاجه اسمها 7 حبوب. انا بصوا يعني هي ماما انا كانت بتقول لي هنعمل كذا، خلاص ماشي تمام اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا يعني مش بحط في بالي الحاجات دي، بس هي بتقولي لا دي عاداتنا، ولا احنا دي فرحه ومتعودين عليها والكلام ده. المهم ان هم بيحطوا 7 حبوب كده. الحبوب دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن إيه، رز تقريبا، رز وفاصوليا ولوبيا وعدس وفول باين، وايه تاني، وحاجتين كمان من ضمن الحبوب اللي هي البقوليات دي بيحطوها. وكمان بيقعدوا بقى ايه يرموا كده اللي رايح واللي جاي يرمي اي فكه معاه، وفي الاخر الشمع بيمسك في الفكه دي. هي من ضمن العادات بتاعتنا. انتوا هتستغربوا الحاجات دي يعني، بس احنا كمصريين يعني ايه بيعملوا الحاجات دي. والشمع بيقوم نازل بقى لازق الفكه دي في بعض، وفي الاخر بقى بتقعدوا تفكوا الفكه دي من الشمع، ويبقى كده ايه دي تحطوها حصاله البيبي يعني. إيه المهم ايه ان ده كان حصل. في حاجه اسمها تبييته، هي كده الابريق ده بتبيتوه من بالليل مع الحبوب دي مع الفكه زي ما بقول لكم كده، واللي رايح واللي جاي ايه من الاطفال او الكبار او كده يرمي اي فكه معاه في الابريق ده. دي في ليله السبوع، بيعملوها في ليله السبوع بالليل، ويفضل بقى الشمعة شغاله لحد الصبح لحد ما تسيح خالص. هنا بقى كنا ايه عملنا البلالين، كنا بنعلق البلالين. كان بابا ريان برضو الشمع بتاع ده البلالين اللي هي لونها الوان دي كانت عنده ماما اصلا. فقامت هي قالت ايه انفخوهم برضو وعلقوهم. طب يا ستي ده ولد احنا هنعمل بلالين بس ابيض في ازرق. قالت لا اعملوا كمان الالوان دي. في الاخر هي لقيت بابا ريان اصلا قاعد يفرقع في البلالين اللي لونها بينك دي بعد ما تعبوا في نفخها، فرقعها في الاخر. قال لي لا هنحط بلالين بينك وهو ولد وهنحط بينك، فرقعها. فقعد هو وريان بقى شغالين الاتنين تك 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 عمالين يفرقعوا في البلالين. اتخضيت اصلا. انتوا تعرفوا ان انا لحد النهارده والله عندي هاجس من البلالين دي، بتخضني، عارفين اللي هو ليها رهبه كده بتخضني. فلقيتهم كانوا عمالين بقى تك تك تك، وكل مره يفرقعوا بالونه يخضوني، ولا احس ان الجرح شد عليا وجعني، لان بتخض بحس ان انا بترج كده فاهمين. المهم ان ايه كنا هنعمل بوابه بلالين، بس بنت خالتي بقى مسكت البلالين ونفختها قوي. احنا بننفخ بمنفاخ، بس المنفخ بتاعنا كان بابا ريان مش لاقيه، هو في البيت عندي يعني بس ما كانش عارف مكانه، وانا مش فاكره حاطاه فين إيه مش فاكره انا حاطاه فين اصلا. فالمهم قالت ايه هقعد انفخ انا، يعني تعبت خالص في نفخ البلالين. طبعا بابا ريان جه يساعدها فنفخوهم قوي يعني، عارفين اللي هو كبروهم. فطبعا البوابه بتبقى عايزه بلالين ايه مش منفوخه كبيره خالص، بتبقى عايزه يعني ايه بلالين صغيره شويه ومتوسطه الحجم، عشان لما تعملي بوابه كده تبقى ايه طالعه حلوه ومتناسقه. هما بقى كبروها قوي بعد ما كنت خلاص انا بربطها لهم وهنعملها، لقيتهم كبار خالص ولقيت شكلها يبقى بايخ. ففي الاخر قلت لا فكيتها كلها تاني بعد ما ربطتهم كده، فكيتهم تاني وهم بقى علقوهم. هم انا سبتهم هم بقى ودخلت انا إيه عشان إيه اجهز نفسي وكده عشان الاسبوع، وسبتهم هم بقى ايه يكملوا باقي الليله بتاعتهم دي، فهم اللي علقوا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وطبعا بعد بقى ما خلصوا انا طلعت من الاوضه ببص لقيت المنظر ده والله طلعوا فنانين. عجبني والله، يعلقوه بشكل حلو. إيه هنا كانوا عملوا ايه بقى، حطوا البلالين اللي بابا ريان بقى اللي قعد ايه يلزق في الحيطه لانه هو طويل يعني، فهو اللي قعد يلزق اقصد في السقف. فحطوا بقى ايه البالين زي ما انا كنت عاوزه، اللبني والابيض كده ظاهرينها حوالين الطاره الصغننه بتاعت سبوعي النهارده سبوعي دي. حطوها بالشكل ده، كانت بصراحه حلوه. او شفتوا النهارده سبوعي جميله خالص اصلا، عجبتني الطاره دي. وكمان كان بابا ريان هيجيب له اسمه كينان، طاره كده باسم كينان. بس قلت بقى لو احنا كنا عملنا يعني ايه ديكور كبير وكده وبوابه وبتاع فكنت هحط له اسمه في النص. بس طبعا احنا ما عملناش كده، عملنا البالين بالشكل اللي شفتوه ده، عشان زي ما قلت لكم هم نفخوهم وكبروهم قوي. فلما كبروهم ما طلعتش الشكل اللي انا كنت عاوزاه. وفي الاخر بقى طلعوه بالشكل ده، بس حلو يعني. هنا البلالين بقى اللي لونها ازرق دي كانت مكتوب عليها اتس ابوي، والبلالين البيضه ساده. وما حطوش بقى هم ما حطوش الوان يعني غير بس الاحمر دول، قالوا يكسروا اللونين بس كده بايه بالبالونتين الحمر دول اللي في النص، واحده في النص كده وواحده هناك، وفي المروحه برضو بس كده.
وكان الديكور بتاعنا بالشكل القمر ده. وهنا بقى كانوا بيشغلوا السبوتات في الجبسون بورد عشان يشوفوا ايه احسن لون في الاضاءة يعني ويثبتوا، ففي الاخر رسوا على ايه، على اللون الازرق. وهنا بقى استاذ كنان كان خلاص شرف في الغربال، حطيناه في الغربال بقى عشان هنا كانوا مشغلين اغاني السبوع وكده، بس طبعا عشان حقوق الطبع انا كتمتها، بس هجيب لكم مقطع بس واحنا ايه وانا بعدي عليه او بخطي عليه الخطوات بتاعت دق الهول دي. وهنا كنت حاطاه بقى عشان اصوره مع الديكور كده قبل ما نبدأ الاسبوع. طبعا عقبال يا رب العمر كله هو في حضني، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر ان ربنا رزقنا بيه وجيه ونور وشرف، والحمد لله ربنا يكمل بس الباقي على خير ان شاء الله، وارجع كده بروتيناتنا القوية الحلوة جدا. الحمد لله ان انتهت رحلة الوهن على وهن وربنا رزقنا بيه واكرمنا بيه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وربنا يرزق باباهم برزقهم ويعيشوا ويعمل لهم الحلو كله. طبعا دي زي ما انا قلت لكم الحاجات دي بتبقى مرجع للولاد بس عندي على القناه عشان يشوفوا يومهم كان، يوم صباعهم كان ماشي ازاي، يوم عقيقتهم مثلا برضو كانت ماشيه ازاي، ويفرحوا معانا. طبعا انتوا عارفين انا والولاد عندنا حساسيه على صدرنا، فالبخور في اليوم ده تعبنا وتعب كنان جدا، كانت ليله ما يعلم بها الا ربنا بسبب الدخان والبخار ده. فهنا بقى ايه برضو من ضمن العادات بتاعتنا المصرية ان هم يقعدوا يغربلوا العيل كده في الغربال، والله كان صعبان عليا يعني، عمال يشوفوا عمالين يعملوا فيه ايه. دي كانت خالته هي اللي عمالة تعمل كده، خالتي انا وبنت خالتي هي اللي بتدق الهون، وماما هنا بقى ايه ادتهولي عشان اعدي الخطوات اللي هي ايه بعدي على البخور كده. دي يا جماعة عاداتنا المصرية، احنا كمصريين بنحب نعمل الحاجات دي. على قد ما اليوم كان جميل واحنا فرحنا جدا، بس بجد كان انا ايه زعلت بقى لما بالليل لقيت العيال تعبوا خالص، وانا كمان انا في اليوم ده كنت رايحه للدكتور عشان المفروض ان هو بقى ايه يشوف الجرح وكده. فبالليل برضو رحنا إيه. بصوا هو هنا كان بقيه الاهل مجوش، احنا قلنا ماما يعني عشان انتوا عارفين اليوم بيعدي بسرعه جدا، فماما قالت بقى تعالوا ما ندق الهول بسرعه كده وعشان قبل ما الدنيا تضلم عشان بقيه يومنا يعني ما مسحوم بقى ان انا لسه كنت هروح للدكتور. بس الناس طبعا لما جم بعد كده بعد ما دقينا الهول بقى وعديت وكل حاجه وشغلنا البخور، وطبعا جم اهل جوزي بقى جم هاتنا يعني شويه وكده. وفي الاخر بالليل بقى اخوه خدنا ودانا بالعربيه عند الدكتور، طبعا شال البلاستر بقى وباقي بس السلك. قال لي ان شاء الله هروح له يوم التلات باذن الله عشان يشوف الجرح وكده ويشوف السلك بقى هيشيل ولا يعمل ايه. فدعواتكم كده بقى ايه ربنا يعديها كده وتتم ان شاء الله على خير، إيه واشيل السلك بقى كده وارجع لحياتي الطبيعيه وروتيناتنا الجميله. وهنا كان اخواتي، اخويا اللي هو مسافر كان بيكلمنا يعني على الايمو وكان مشارك معانا اللحظه دي، وكان يوم جميل جدا. والعمر كله يا كينان وانت معايا حبيبي في حضني، وربنا يبارك لي فيك انت واخواتك يا رب ويجمع حبايبنا حوالينا. وهنا بقى انا كنت حاطه الايموشن ده على الصوره عشان انا كنت بشعري يعني في اليوم ده، فاغلب المقاطع اللي انا ظاهره فيها هتلاقوا ان انا حاطه ايه الستيكر ده يعني. ومتنسوش اللايك القمر بتاعكم، واشوفكم على خير يا رب في يوم جديد، ومتنسونيش في دعوه حلوه، واسيبكم مع اللي باقي في الفيديو. مع السلامه.